العالمين ويا باب نجاة الأمة. ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمنا ونجا من لجأ إلى حسنكم. يا ليتنا بالطف كنا معكم سادتي، يا ليتنا كنا نسير على نهجكم فنفوز فوزا عظيما. يا ليلة فيها الجفون مواطر، يا ليلة فيها الجفون مواطر، هي ليلة يحدو أساها العاشر، فيها حسين السبط نادى فتيتين: يا إخوتي إن الفناء لناظر، فتزودوا فرض الصلاة وسبحوا، فتزودوا فرض الصلاة وسبحوا، نحو الجنان مصيركم بل سائر لم أنسها في لوعة مالت له. هي زينب لم أنسها يا في لوعة مالت له، والدمع في تلك العيون يكابر. أحسين حقا في غدا تغدو لقا، هيا وتعانق السيف الصقيل منايا، هيا أحسين حقا شملنا لا يلتقي، أحسين حقا شملنا لا يلتقي، وديارنا بعد اللقاء فايا، هيا اغتروا يا ما تغمض جفون العين، ما تنشف مدامعها، تودع عيلتك يا حسين هالليلة وتودعها، تودع عيلتك يا حسين هالليلة وتودعها، لكن بأي حالة يودع عياله ليلة وبيها علم الموت عن باكر وتفصيله. يا حسين الدهر يا حيف لعيالك يضيعها، صاح حسين يا زينب وعينه هملت الدمعة، أمر الله انكتب هذا وعلينا واجب انتبعه. ما الذي كتب عليكم؟ يقلها بخيم تشتشب بالنار يا اخوي واختك الصرعة، يا صبر القلب عالشغاب تقل صبر ويجزعها. خويا عليك المصطفى وحيدر يا خويا وكسر ضلع امك، صدق باكر يا والي نصريع وينهدر دمك، وصدق باكر يا والينا يفرهد خصمك خيمك، الخو نخوة من الناس ما واحد يسمعها، يا كأني بها وقد نظرت إلى الليل أرخى سدوله، تقول يا ليل لا يطلع صباح، يا ليل لا يطلع صباح، ترى بروحتك هذا الخدر راح، وحسين لو بالمعركة ضايح لبناته وخواته الضيم أجبل، يا ليل طول هالمسية لا تبقى منازل وخلية، يا ليل طول
سيدتي باكر تشيل واهل المحنة باكر والله اهل المحنة باكر تشيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. هي ليلة يتصارع فيها الحق والباطل، وما زال الحق والباطل في صراع إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. هي ليلة يتصارع فيها الجاهلية التي تتمثل ببني أمية، حيث الغدر، حيث اللآمة، حيث التنكر للمعروف وأهله، والحق الذي يمثله الحسين صلوات الله عليه، الإسلام الذي يمثله الحسين عشية تلك الليلة. فكأننا نعيد تجربة المعسكرين، معسكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، ومعسكر فيه أبو سفيان وأصحابه. رحم الله عقيل بن أبي طالب دخل على معاوية فقال له: مررت بعسكر أخيك ومررت بعسكري، فصف لي كل عسكر. قال: أما عسكر علي فكأنه عسكر رسول الله، إلا أن رسول الله ليس فيه، بين قائم وقاعد، راكع وساجد، تالي من القرآن، مستغفر. ومررت بعسكرك فرأيت فيهم أولئك الذين قاتلوا رسول الله، والرايات التي نشرت بوجه رسول الله. الحسين هذه الليلة بأبي هو وأمي طلب المهلة من القوم وطلب الرخصة من القوم. قبل أن أمر على الأسباب التي ذكرها الحسين في طلبه، أكو تأويل يورده بعض المؤرخون المعاصرون، يقولون للحسين مرض المعركة تقع في الليل لأن يحتاج إلى أكبر عدد ممكن من شهود العيان أولا، ويحتاج إلى أن يأخذ دورة بالتبليغ وبالإعذار إلى الله عز وجل. لأن أنا أكد لك ولعلك تشاطرني الرأي بأن المعركة لو وقعت في هذه الساعات القليلة قبيل الغروب واستنفذت الليل، الخطاب والجرائم التي ترتكب بحق الحسين وأصحابه وأنصاره والهجوم على خيامه وما وقع على الخيام وعلى الأهل ستكون تقيد ضد مجهول. والحسين لم يأخذ المجال الكافي ليسحر بالدعوة وليوصل رسالته إلى القوم. وأنا ألفت نظرك إلى أنه غالبية النصوص، غالبية الخطب قد حفظتها كتب القوم ورواتها من عسكر بن سعد، وأن المصائب والمصالح جلها نقلت من أفواه القوم، وما خفي كان أعظم. ولربما نتحفظ على بعض المصائب وبعض المصالح لأن نجد فيها اللي وردت في كتب القوم، نجد فيها يعني ما لا ينبغي أن يذكر من خصائص البيت العلوي وأسراره التي لا ينبغي أن يطلع عليها أحد فيشينه أو يجرح من كرامتهم أو ينزل من مقامهم. الحسين بن أبي هومي طلب رخصة هذه الليلة لهذه الأسباب. لذلك نحن نعالج في هذه الليلة بمحضركم على مسامعكم الكريمة 3 أبعاد عالجها الحسين وأصحابه في هذه الليلة. البعد الأول هو البعد العبادي. الحسين لما زحفت خيل عمر بن سعد ورجاله، وكان عمر بن سعد قد أكمل تحشداته في اليوم السادس أو التاسع، لكن أمر الحرب النهائي وصل مساء هذا اليوم بيد شمر بن الجوشن، إما أن يبايع حسينا وإما أن يناجز، والمناجزة تنتهي بالأمور التالية: القتل وفصل الرؤوس عن الأبدان
ووطأ الصدر والظهر والهجوم على الخيام وسلبها وإحراقها وجعل العائلة في الأسر، وهذا اللي وقع. وألفت نظر المستمع الكريم أنه عبيد الله بن زياد بحث عن هذا الكتاب وألزم عمر بن سعد بإرجاعه إليه. وإذا كان أكو لحظة واحدة في حياة عمر بن سعد قال بها عبيد الله بن زياد لا هذه اللحظة، دخل عليه بعد الواقعة قال له أين الكتاب الذي بعثته إليك آمرك فيه بقتل الحسين؟ قال ضع الكتاب. هذا المبهل حشاكم مبهل غباء. قال لا بد أن تأتيني بالكتاب. قال تركته عمر بن سعد، قال أنا ما أعطيك الكتاب، تركته يتلى على عجائز قريش معذرة إليهن لقد نصحتك في الحسين نصيحة لو أني أبديتها بسعد بن أبي وقاص لقضيت منه حق الأبوة وبر الوالدين، لكن كانت مشيتك هكذا شكل. ثم يقولون عاد عمر بن سعد إلى بيته وهو يقول ما عدت بمثل ما عدت به إلى أهلي، قتلت الحسين وقطعت القرابة وأطعت الفاسق في ابن بنت رسول الله، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب زين. فأوصله الشمر فتقدم عمر بن سعد وقد نصب القادة، وكان أنه يرفع الشعار الديني. شنو الشعار الديني؟ يا خيل الله اركبي. مصيبة محنة يا تجي متشدد بهذا الدين. يرفع شعارا دينيا. علينا أن نميز من الذي يتستر بالدين ممن هو يريد أن يحيي تجربة الدين ويعيشنا أو هو يعيش في أجوائه. انظر إلى تصرفاته، شوف أفعاله، شوف أنه إنجازاته على أرض الواقع. هل هو ممتثل لمعالم الدين وأهله أم هو مجرد دين عنده شعارات لكسب الأصوات ولكسب القلوب ولكسب السمعة والجاه بين الناس؟ علينا أن نميز بين هذين الاثنين. وأنا أقول لك التمييز ليس بصعب، مو مستحيل نقدر نميز. الشعب اللي يعرف كل إيماءات مرتضى حرب بإمكانه أنه يميز هذا من هذا. لكن كما يقول علي بن أبي طالب في خطبة الوسيلة بلى وعوها ولكن حليت الدنيا في أعينهم. فبالنتيجة قال يا خيل الله اركبي. زحفت جيوشهم على مخيم الحسين. فالحسين بعث العباس عليه السلام أخي اركب بنفسي أنت. اجى العباس وياه فرسان 20 سموه الاثنين حبيب بن مظاهر أو مظهر الفقعس الأسدي، ومعه زهير بن القيم أو 18 فارس آخرين ما ذكروا. ما شأنكم وما تريدون إما المناجزة وإما المبايعة. قال لهم قرار الحرب والسلم مو يم العباس وإنما عند الحسين. عاد إليهم الحسين قال لهم أخي لو أردنا أن نقاتل لو أردنا أن نبايع لبايعنا بالمدينة، ليش احنا جايبين عيالنا لنا؟ لكن سلهم أن يمهلونا سواد هذه الليل. شنو الأبعاد العبادية؟ لنصلي ونقرأ القرآن وندعو ونستغفر. هاي الأبعاد اللي لا ينبغي للمسلم أنه تكون غائبة عنه، بل هي حاضرة معه ولو بالحد الأدنى. الصلاة على الأقل الواجب، الصيام على الأقل الواجب، الدعاء بالبسيط القليل ولو للثواني القليلة، قراءة القرآن هم تغيب عن أذهاننا، الاستغفار على هذه الشاكلة. فعلا مضى إليهم العباس. عمر بن سعد قال ماذا تقولون؟ اللي كان وياه مجموعة قادة ذنب سمونا 2 أو 3. سمونا حجاج بن عمرو بن الحجاج الزبيدي قائد القوات المنتشرة على المشرعة، وسمونا محمد بن الأشعث والشمر. 3 قادة سموه. فقال لهم عمر بن سعد ماذا تقولون؟ من اللي رد عليه؟ رد عليه عمرو بن الحجاج. قال يا سبحان الله لو أن الروم أو أهل الترك أو أهل الكابل سألونا مثل هذه المنزلة لأجبناهم.
فكيف وهم أهل بيت رسول الله؟ شوف التناقض بالتصرفات، من باب هو برسول الله، من باب طلعقات. هذا التناقض بالأفعال، هذا التناقض بالتصرفات. فقال أجلناكم سواد هذه الليلة. فعلا انكفى عمر بن سعد برجاله وانكفى الحسين بأصحابه، فكانت ليلة للصلاة وليلة للعبادة وليلة للاستغفار وليلة لقراءة القرآن. هذه مربان الرواية يقولون كان الحسين مر إلى هذه الآية لعله بسم الله الرحمن آل عمران، سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث. الرواية ينقلها الضحاك ابن عبد الله المشرقي أو المشرقي، يقول: كانت خيل لعمر بن سعد قد مرت بنا، كان منهم رجل من فتاك وفجار أهل الكوفة اسمه عبد الله بن سمير. هذا ما عنده لحية مسرحة ولا واحد اللي حسين وانت نازل. فلا تستغرب واحد يقول أنا مسلم، يقول أنا شيعي، وهو يتجاوز على الإمام المقصود، ويتجاوز على المرجع التقليدي، ويتجاوز على العالم، ويتجاوز على طالب علم، ويتجاوز على المعقل، ويتجاوز على الناس صغيرة وهو كبيرهم، بس هو يفتهم. عاوز بس يقول أنا ربكم الأعلى فاعبدوه. هذا المنطق موجود. هذا شكل الحسين يقول له أنتم الخبيثون ونحن الطيبون. أو هذا عبد الله بن سمير لعنه الله يقول له أنتم الخبيثون يا حسين، حاشا هذا عبد الله، ونحن الطيبون. من يرد عليه؟ رد عليه ضرير قال: بل أنتم الخبيثون ونحن الطيبون. هو من أهل بيت أذهب الله عنه ورثه وطهرهم تطهيرا. هذا البعد الأول، البعد العبادي. وكانت ليلة هم بين قائم وقاعد، راكع وساجد، لهم دوي كدوي النحل. والحسين ما خلال استراحة برهة من الوقت إلا قبيل السحر ليعد نفسه لما هو من عبادة ونافلة في صلاة الفجر وللقتال فيما بعد. زين، هذا البعد الأول، البعد العبادي. البعد الثاني هو البعد التعبوي. شنو البعد التعبوي؟ البعد التعبوي كيف الحسين يدير معركته. احنا اكو بعضهم يجي مع كل احترام وتقدير للكل يعني، ولا ابرر نفسي من الاثم. يا مولانا بدل ما انت تسلط الضوء على بعض الجزئيات، اكو امور مهمه في حياه الحسين انا وانت نستفاد منها. اكو بعضهم واحد اول ما صارت عنده مشكله راسا اوقع اسلم ما في يده، اسقط ما في يده. الحسين يقول: لا، انت تكون تدير الازمه مالتك الى اخر لحظه وتطلع باقل خسائر وتدير امورك بالموارد الموجوده عندك. احنا نتكلم عن رجل يحاصره على الاقل 30,000، هو كلهم الويا. انا ذكرت لك الاحصائيه على الاكثر وياش قد 155 من المقاتلين. ايش قد ويا؟ هاي فئه محدوده. بالنتيجه الحسين شلون يدير المعركه؟ أول فقرة فكر بها الحسين هو تقليل الخسائر البشرية في صفوف أهل بيته وأصحابه. شلون؟ يقول إمامنا زين العابدين: خطب أبي بأصحابه كأنه لا أعلم أصحابا أوفى من أصحابي. هذا بعد صلاة المغرب. لا أعلم أصحابا أوفى من أصحابي ولا أهل بيت أبر وأوفى من أهل بيتي. هذا الليل قد جنكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، فإن القوم يطلبوني ولو أصابوني لينشغلوا عن غيري. الحسين قال لهم هذا المطلوب، وقد بعد أخاف تقولون أكو قضية بيعة بيني وبينك، فقد أحللتكم وأبحتكم من بيعتي. شو يردون عليه؟ لا قبح الله العيش بعدك أبا عبد الله، احنا ثابتين وياك. لذلك حسين بأبي هو وأمي يعني أراهم منازلهم من الجنة في هذه الساعات. تقليل الخسائر. ثانيا يقولون من عادة الجيوش المنهزمة والقادة المتخاذلين والقضايا الخاسرة أنه رجالهم وأصحابهم يذهبون عنهم يمينا وشمالا. أشوفوا علي غير شكل الليلة. هاي الليلة التحق به على الأقل 30 من المقاتلين.
والمقاتلون التحقوا بالحسين قبل يوم العاشر وليلة العاشر ويوم العاشر، وحتى بعد واقعة كربلاء بعد العاشر. الهفاء بن المهند الراسبي كمثال. فبالنتيجة هاي الليلة عمره من جهة عمر بن سعد على الأقل 30، وبعضهم وصلهم إلى 40، وشكلون قسم لا بأس به من القوة العسكرية التي قاتلت مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الثاني الأمر الآخر، الحسين أعد معسكره للصمود إلى آخر لحظة. شنو كانت جغرافية؟ شنو كانت الجغرافيا اللي فيها مخطط المعركة؟ تقول لي رايحين في قبال الآلاف، وهو وحده شو راح يدير المعركة بالموارد اللي عنده؟ أيها المستمع الكريم، كربلاء لم تكن بالشكل الحالي. كربلاء المنطقة اللي صارت فيها كربلاء، أو كما يسميها أمير المؤمنين المقذفان، هذه ما كانت بالشكل الحالي. كانت أكو جهتين لعلها الشمالية والغربية. هذه كانت بها مرتفعات أو تلاع أو روابي، كانت تشكل حاجزا طبيعيا، وبقيت إلى القرن الرابع الهجري. حتى كان اللي يأتي إلى كربلاء ما عنده رؤية بانورامية مثل ما يقولون، يعني 360 درجة للقبر الشريف، يعني لا يرى القبر الشريف من مختلف الأبعاد، وإنما برؤية نصف بانورامية، يعني 180 درجة. هذه المرتفعات شكلت حاجزا طبيعيا، والحسين هم عاد حصنها. راح أقول لك كيف يحصنها. الجهة الثانية، الحسين بعد أنه جاب لك أطناب الخيام، والخيام نفسها قربها بعضها لبعض. والسموح شيء كبير أنا أحكيها يعني، وهي رؤية شخصية. يعني أقول لك المخيم مو هذا المخيم الموجود، لا، المخيم مساحته على الأقل 4 أضعاف المخيم الموجود. احنا نتكلم عن أشخاص من 300 أو 250 فرد إلى قريب 400. هؤلاء وين كانوا؟ هم ما قالوا المخيم صغير، لا، إنما كانت أول تقول الرواية ضربت خيمة الحسين، ثم ضربت خيام أهل بيته، ثم خيام أنصاره. فنتكلم بعضهم يسميها، يقول العدد 80 خيمة. هذه 80 خيمة أو أقل، ما كان هذا المكان الحيز البسيط أنه ماذا؟ أنه يشغلها. فقطعا يقينا أن الخيام كانت بالجهات الأربع، اليمين والشمال والشرق والغرب. فأكو أجزاء للشوارع الحالية من الأبنية الحالية هي تعود إلى المخيم الحسيني الأصلي. زين. الحسين أكو كانت جهة فراغ، كان هي أثر من ساقية قديمة، نهر بالسقاية، وهذه أمرهم أن يوسعوها ويعمقوها. جعلوها خندق وألقوا فيها الحطب، ولم يشعلوا النار فيها إلا لما تقدمت عليهم الخيل والرجال، فقاتلهم الحسين من جهة واحدة. صمد المخيم الحسيني على هذا القتال من ساعة الصباح الأولى إلى ما بعد الزوال، لم يقتحمه أحد. مو هم يريدون يقتحمون، لا، ما قدروا. دفعتين على الأقل هوجم المخيم الحسيني ولم يقدروا على اقتحامه. الاقتحامات صارت بعد أن وقع الهاشميون، واحتمالية الهجوم على المخيم كانت قائمة يعني أكثر بعد مصرع أبي الفضل العباس عليه السلام. يعني الرواية تقول فتبادرت إلى مخيمه الخيل والرجال، لكن ما وصلوا، ما اقتحموا الخيام. الأمر الآخر، الحسين هل اكتفى بذلك؟ لا، الحسين طلع يتفقد المعسكر مالته، يتفقد المكان الذي يقاتل فيه. يقول نافع بن هلال، والملك يعني سبق الملك لو أجمل الصدف، بمعسكر الحسين واحد اسمه نافع بن هلال، وبالضفة الأخرى هلال بن نافع. نافع بن هلال هذا كان حامل لواء العباس يوم السابع في حملة الماء المظفرة، وهلال بن نافع أراد أن يجلب الماء للحسين في يوم العاشر. لكن شلون؟ شنو السبب؟ يقولون لما هوى الحسين إلى وجه الصعيد، الحسين أول ما قاتل فارس ثم قاتل راجلا، بس ما طول في قتال الراجل،
ثم وقع إلى الأرض. الحسين يقول أنا جئت ورأيت الحسين بس شفايفه تتحرك، قلت وموثاه إن كان الحسين يدعو علينا. والنتيجة قربت سمعي من فمه يقول أيها الناس اسقوني ماء، أيها الناس اسقوني ماء فإني ظمآن وحق جدي رسول الله. يقول هذا يقول ذهبت لآتي بالماء وإذا الصائح يقول رأس الحسين على رمح طويل. فأكو موضع الشاهد نافع بن هلال يقول خرجت وسمعت حركة حسبتها محاولة تسلل. يقول فجئت إذا هو الحسين. قال من نافع هذا؟ قلت فداك نافع، ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ قال لي يا نافع جئت أتفقد هذه التلاع، هذه الروابي، هذه المرتفعات، لعل للقوم مكمنا ساعة تحملون ويحملون. ثم قال لي يا نافع هلا نجوت بنفسك؟ هلا سلكت بين الجبلين ونجوت بنفسك؟ وقعت على قدمين قلت له سيدي فرسي ب1000 وسيفي ب1000، والله لن أتركك حتى يكل عن فري وجري. قال ثم عاد معي حتى وصلنا إلى بعض خيامه ويده في يدي، فنادت أخته زينب. يقول أنا ظليت برا أستمع إلى الحديث لعل الحسين يطلبني وكلمته. شنو كان حديث زينب؟ أخي ماذا تريدين؟ قالت يا أبا عبد الله هل استعلمت نية أصحابك؟ أنت ذولي ربعك تأكدت من عندهم صلوات الله وسلامه عليه. قال لها أخي لقد استعلمت نياتهم وهم على الثبات معي، فما وجدت إلا الأشوس الأقعس الذي يستأنس بالمنية استئناس الطفل بمحالب أمه. أنا ما عندي ملاحظة بسيطة، كل إحنا نريد نجيب جديد على المنبر، وكل إحنا نريد نجيب المتحدثين من مستشرقين، من مستغربين، من فضائيات، من إذاعات، من مواقع التواصل الاجتماعي، نجيب شيء جديد. بس الشيء الجديد مو على حساب الواقع. ولما نجيب لك شيء جديد يا مولانا جيبه بدليل. واحد من يقول لي حسين وياه كذا 1000 وعافوه بكربلاء، مو صحيح. أنا قلت لك في ليلة الأنصار أن الحسين ذكر أصحابه في الزيارتين الناحية والرجبية، وهاي اللي يقول وهل فيهم استخبرت نيتهم وهم كل واحد منهم الأشوس الأقعش الذي يستأنس بالمنية دون استئناس الطفل بمحالب أمه. هذا تأكيد إضافي. فمن الذي يقول نافع هذا الموقف وقع في نفسي، فمضيت إلى خيام الأنصار قلت لهم يا معشر الأنصار ترى بنات على ابن أبي طالب هذا حالهم، قصصت عليهن الخبر. يقول لي حبيب بن مظاهر لولا أمر الحسين لملنا عليهم بأسيافنا في هذه الليلة. جاءوا إلى خيام النساء شاهرين سيوفهم، قالوا هذه سيوف غلمانكم، أبوا إلا أن يضربوها في رؤوس أعدائكم، فطيبوا نفسا وقروا عينا. فخرجنا إليه بنات الرسالة دافعوا عن حرم رسول الله. الحسين بدور هم يعد نفسه بالقتال في اليوم التالي. يقول إمامنا زين العابدين كانت عندي عمتي زينب تمرضني، وكان أبي الحسين في الخيمة الأخرى يصلح، وعنده جون مولى أبي ذر يصلح سلاحه وهو يقول أف لك يا دهر من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل من طالب حق قتيلي، والدهر لا يقنع بالبديل إنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك سبيلي. الإمام زين العابدين يقول شلون ما نقول بعبارتنا أنا، لكن يقول لها ضمني وأبوي عادها مرتين أو 3 مرات. يقول فعلمت أنه ينعى نفسه فكتمتها في نفسي، أما عمتي زينب فهي امرأة ومن شأن النساء الرفقة، قامت تجر بأذيالها فجلست عنده. قالت أبا عبد الله ما لي أراك تنعى نفسك؟ قال لها أخي هذا حال من لا ناصر له ولا معين،
أبا عبد الله هل عدت بنا إلى حرم جدنا؟ قال لها أخي لو ترك القضاء لغفى ونام. أخي إن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. أخي مات جدي وهو خير مني، وماتت أمي وهي خير مني، ومات أبي وهو خير مني، ومات أخي وهو خير مني، ولي برسول الله وبهم أسوة حسنة. عندها أهوت إلى جيبها فشقت، وأهوت إلى الأرض مغمى عليها. الحسين ما أفخيته إلى أن حصل منها إفاقة. قال لها أخيتاه لا يذهبن بروعك الشيطان. أخي إذا رأيتني ملقا على رمضاء كربلاء فلا تخمشي علي وجها، ولا تنشري وتنفشي علي شعرا، ولا تشقي علي جيبا. اتقلب علي عمر ما فارقيتك بيه، تذكر يوم واحنا صغار خويا بحضن الوالدة الزهرة وجوانح حيدر الكرار. خويا عيني خويا عيني تبحر بوجهك والهج بيك ليل نهار. أحسك مايل عيوني وأحسك للقلب سباح أبو علي يا خويا يا ثغر رضعت ويا الأخوة من ثدايا. خويا يا ثغر رضعت ويا الأخوة من ثدايا أمي. خويا يا وجه العلام الياه يزول وينجلي همي، ويا روح الذي برداه ريحة والدي وأمي. ويا راحل ونيس وي وجهك وي شوفتك قلبي راح. خويا كان تريدني انساك وبطل النوح وليلي. احنا شلون ننسى احبابنا؟ اعزاز قلوبنا شلون ننساهم؟ شنو شروطنا عليهم؟ خويا كان تريدني انساك خويا كان تريدني انساك وبطل النوح وليلي. اخذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني، وايام الجنتها وياك اناغيك وتلاغيني. خويا شعندي عايشه وعندي من ذيك الايام اشباح. قوم يا سكنه ويام كالثوم الودع انه لا ينفع اللوم. تدرون ام خطار هاليوم وباكر يصير افراقهم دوام. طر القبر يا كرار وبناتك تحمل، وشوف شمولك بيا حال من ودعت ولياها. طر القبر يا كرار واقصد كربلاء الليله، وشوف شمولك بيا حال واسمع حنة العين. جاسم قعد يمرمنا والاكبر قعد يملينا، لكن تحل عبراته وعليه تحل دمعاته، وهي تنحب على فراقها وهو ينحب الفرقاها. تقول لي يما يا يما يا يما يا يما يما بس سواد الليل يا وليد وتفارجني، وحيد يا ضوى عيوني وبيك الدهر خيبني.
بعدين على فراقك شو صبرني يا ابني ما اقدر الفرقاك، خذني للمحر وياك حتى انجتل يا ابن هناك، شل بهالعمر بعدك روح الضيم واليها ورملة تصيح يا جسام هذا رباي تاليه، يما خلاف العرس والحنة اشوفك عثر ارميه، يقلها يما لا تبكي لكن عندي وصية من الليلة سمعيها وببالش تخليها، دمعتك لا تهليها. شنو وصيتك؟ وصية الشباب ها، حسرات الآباء، حسرات الأمهات، حسرات الأخوة راحوا وأخوانهم قبل لا يفرحون ويعرسون بيهم. يقول هاي يما لو شفت حكم عين الشباب أهلا يعرسون، يما والشبان يلتمون والحافة يزفون، ذاك الوقت ذكرين وقامت تحمل عيونه. زينب تقول هاي الليلة إذا طلع علي نهارها الأمور راح تتغير علي، جن الليل ما يرجع إلا وأخوتي موته، جن الليل ما يرجع إلا وأخوتي موته، وراح بعد يصير سيدتي تقول جن الليل ما يرجع إلا وأخوتي موته، والجان على رأس فياي رايح ينخبط صوته علي يا أبو، ما صارت يظل فياي منك بعد دنيانا، دنيا بلا أهل مرة بالشوغات خلصانة، بأبيات الدعاء وأسألك الدعاء. الحسين قال لها أخي لا تدعي علي ويلا ولا ثبورا،